عندك شوية رز وحتة لحمة مفرومة وحبة بتنجان، تعالي نعمل بيهم أكلة عظمة. أنا أول مرة أجرب الأكلة دي وبجد عجبتني جدا أنا وولادي. تعالوا شوفوا التكات والتفاصيل اللي هتخليكوا تعتمدوها من أول مرة تجربوها. يلا بينا نشوف التكات والتفاصيل مع عز سعيد وأحلى الوصفات. في البداية خالص هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. معانا هنا كيلو من البتنجان القضاليا او الرومي او الكوبي زي ما بتسموه كده. هنغسله كويس قوي وناخد جزء من القشرة، مش هنشيل القشرة كلها لان لازم نخلي جزء من القشرة لان دي اللي بتحمي البتنجانية بتاعتنا. وكمان على فكرة القشرة بيكون تحتيها كل الفوائد المهمة في البتنجان بتاعنا. عندي هنا البتنجان قطعته بسمك سنتي او ازيد شوية، بحيث ان البتنجانية بتاعتنا تستحمل الفرن. تمام، ايوه احنا هنحط البتنجان في الفرن بطريقة معينة، هنشويه بحيث يكون موفر لينا، لان انتوا عارفين الزيت غالي اليومين دول، فاحنا مش هنحمر البتنجان في الزيت، احنا هنشويه في الفرن على صينية وبأقل كمية زيت. قطعنا البتنجان بالسمك سنتي زي ما انتوا شايفين كده وخلصناه وتمام التمام. عندنا بقى هنا البولة ديت فيها شوية مية عادية من الحنفية، نزلنا عليهم بمعلقة كبيرة من الملح. هنقلب قلب قلب ونحط البتنجان علشان خاطر يتبل بالملح اللي في المية وينزل اي لون غامق فيه. تمام، هنغطيه كمان كده ونسيبه على جنب لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. بعد مرور ربع ساعة اخدناه صفيناه كده زي ما انتوا شايفين، والزيادة في التأكيد ان هو اتصفى مفيهوش اي حاجة، احنا مش عايزين فيه ولا نقطة مية. عندنا هنا كده فوطة زي ما انتوا شايفين، خدناها حطينا عليها البتنجان وحطينا عليها فوطة تانية من فوق. ممكن تستخدمي اي قطعة قماش عندك، المهم تكون ناشفة وتكون تنشف السوائل اللي في البتنجان. تعالوا بقى نعمل التتبيلة اللي هنحطها على البتنجان علشان تخلي البتنجان ما يتحرقش معانا في الفرن. التتبيلة عبارة عن معلقة كبيرة من الملح، معلقة من البابريكا، نص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الكمون، حوالي من معلقتين ل3 معالق كبار مليانين من الزيت. ودي على فكرة يا جماعة كمية زيت قليلة لأن أنا عاملة كيلو بتنجان بسم الله ما شاء الله، يمكن أزيد شوية كمان. عندي هنا الصينية بقى هنفرشها كده من الزيت علشان البتنجان بتاعنا ما يلزقش. هناخد من التتبيلة الحلوة اللي احنا عاملينها، او ممكن تضيفوا كمان معلقة من الشطة على التتبيلة برضو، بس انا ضايفة فلفل حامي في الخلطة فمش هينفع ان انا اضيف هنا في شطة. تمام كده، هناخد التتبيلة دي ونحطها على البتنجان وش وظهر ونفرشها كويس قوي. ظبطنا كده الأداء بالنسبة للبتنجان. هندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية بحيث ان هو هياخد بس حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير. تمام، تعالوا بقى نعمل الرز بتاعنا الخطير. الحلة على النار حطينا عليها معلقة من السكر، هنكرمل السكر ومحدش يستغرب ان احنا بنكرمله في الرز لان مش هيبان صدقوني طعمه، بالعكس هيديكي شكل حلو وطعم حلو. هنسيبه شوية وبعدين بعد ما يتكرمل هنحط له البصل ونقلب كويس قوي، ويا دوبك بعد البصل والسكر ما يتكرمل هننزل بالزيت. يعني الزيت ده تالت حاجة مش اول حاجة بننزل بيها، هننزل بالزيت ونقلب كويس قوي قوي. حطينا بقى البهارات بتاعتنا، نزلنا بالبابريكا ونزلنا بالكركم وبهارات البهارات ديت هندية حلوة قوي يا جماعة. هننزل بقى بالرز المغسول. الرز ده يا جماعة نص كيلو، بس النص كيلو عمل لنا كمية محترمة بجد في الأكلة بتاعتنا. هنقلب كل الكلام الحلو ده مع بعضه، شايفين اللون وجماله. كان 3 كوبايات من الرز حطينا عليهم 3 كوبايات من المية، وزبطنا الملح وقلبنا وسبناه شوية لحد ما اتشرب. هناخده بقى على جنب كده على نار هادية جدا ونسيبه يعيش حياته.
دلوقتي بقى هندخل على العصاج بتاعنا، هنعمله بطريقة مختلفة جدا. عندنا طاسة على النار، أول ما سخنت نزلنا بمعلقتين 3 من الزيت ومعاهم سمنة بلدي، وكمان بعد ما سخنوا كويس قوي لازم الزيت والسمنة يسخنوا كويس قبل ما تضيفي اللحمة المفرومة. ضفنا اللحمة المفرومة وقلبناها لحد لونها ما اتغير، عملنا حفرة في النص، حطينا تومة متقطعة حتت صغيرة ومعاها فلفل أسمر. الحركة دي يا جماعة هتخلي ريحة اللحمة رايحة في سكة تانية خالص، ريحتها هتبقى حلوة قوي وطعمها خطير. نزلنا بشوية جزر متقطعين حتت صغيرة، تقدري في الحتة دي تحطي جزر مبشور. هنقلب بقى الكلام ده مع بعضه كده، وبعد كده هننزل بالبصل متقطع حتت صغيرة، دول حوالي بصلتين هنقطعهم حتت صغيرة ونقلبهم كويس قوي في اللحمة بتاعتنا بالحاجات اللي عليها. تمام كده، هنقلب كله مع بعضه. بعد كده هننزل بحوالي كوباية الا ربع من المية وهنقلبهم كويس قوي. لو المية سخنة تكون احسن واحسن. هنقلب لحد ما السوائل اللي احنا حطيناه ما تروح خالص وتختفي، تمام، وتتشرب. بعد كده نزلنا بشوية فلفل رومي على فلفل سبايسي حامي، الفلفل طبعا حسب الرغبة. نزلنا بقى بشوية بابريكا وشوية فلفل أسمر، شوية ملح، تمام، وشوية أي بهارات مشكلة لو انت حابة بهارات لحمة، او ممكن تحطي ورق لورا، تحطي حبهان، زي ما انتوا حابين والمتوفر معاكم. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما نحس بصوت شكشكه كده في الخلطه بتاعتنا الحلوه دي. دي خلطه عصاج كامله ومتكامله العناصر، فيها كل الخضار اللي ممكن يفيدك. بجد طعمها وهم، طالعه حلوه قوي. كده خلصنا الرز وخلصنا الخلطه بتاعه العصاج، وادي البتنجان اتشوى وشايفين شكله تحفه، اتشوى من غير ما نحمره في الزيت ونتعب قلبنا وقت طويل. دلوقتي بقى هنيجي ندمج كل الكلام الحلو ده مع بعض ونعمل مع بعض احلى اكله. جت اللحظه الحاسمه دلوقتي بقى، هنحط شويه شرايح من الطماطم دي متبله ملح وفلفل اسمر، وقلبناهم ونزلنا بيهم في قاع الحله. حطينا عليهم شويه من البطاطس، ودي اختياري، ممكن تضيفي اي نوع خضار وممكن ما تضيفيش. بعد كده حطينا من العصاج اللي احنا عاملينه، حطينا نص الكميه فقط من العصاج. بعد كده انا بقى البتنجان في الجوانب بتاعه الحله زي ما انتم شايفين كده، وحطينا شويه من البتنجان في النص. نزلنا بقى بحله الرز، ضفناها كلها، بسم الله ما شاء الله، لون الرز ماشي مع لون البتنجان، عامل كده منشنج عظمه. عايزه اقول لكم بجد انتوا هتدعولي على الوصفه دي، طعمها خطير خطير بجد. انا اول مره اجربها وعجبتني وهعتمدها على طول، هعملها على طول. تمام كده. عندي بقى حبة من الخلطة بتاعت اللحمة، لو تلاحظتوا كده دي تالت مرة احط خلطة اللحمة، ده دليل على ان هي حلوة قوي وكتير وموفرة. ربع كيلو لحمة مفرومة عمل لنا كل الجمال ده. هنا بقى هنسيبها على النار حوالي من 10 دقايق لربع ساعة على نار هادية، تمام، لحد ما نسمع صوتها كده وهي بتشك شك شك شك، ونوطي عليها وبعدين هنطفي. تعالوا بقى ايه علشان هنغرف الطبق الخطير بتاعنا. طبعا عرفتوا هي ايه الاكله بتاعتنا النهارده. عاملين مع بعض المقلوبه، طعمها خطير بجد. خدوا بالكم ان دي تالت مرة احط من العصاج بتاعنا. ربع كيلو لحمة مفرومة عمل لنا عصاج خطير خطير بجد، مكتمل العناصر، طعمه حلو موفر جدا، ريحة وطعم ولون خطير. تالت مرة احط منه كمان، ده دليل على ان بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك، الاكلة بتاعتنا موفرة وفيها خير وحلوة جدا. طبقات البطاطس والبتنجان والعصاج والرز عاملين تناغم كده ما حصلش بجد. عجبت ولادي جدا، عجبت جوزي. ان شاء الله يا رب الاكله تنال اعجابكم. طعمها حلو ولازم تجربوها. كنت معاكم عزة سعيد من قناه وصفه حلوه، واتمنى الفيديو ينال اعجابكم واسيبكم على خير.